السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه اكل اسكندراني. وفيديو النهارده بقى هنجرب النودلز بتاعه كيلوكس، ودي بالشطه والليمون. يعني دي طعم جديد لسه منزلينه كده شكله. ودي بقى اللي هي كيلوكس الشطه مولعه، دي جربناها قبل كده في فيديو. هنقارن بقى الاتنين، هنعمل مقارنه ما بين الكيلوكس الشطه المولعه وما بين كيلوكس الشطه والليمون، ونشوف مين فيهم احسن من التاني. ما تنساش بقى لو انت لسه جديد في القناه تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتبدا كده تدعمنا، عشان خلاص يعني فاضل حاجات بسيطه. خلينا بقى نحضر النودلز كده، ونبدا باول واحد وهو الشطه المولعه ونرجع تاني تاني كده. بعد ما عملنا النودلز هنا بيبقى ليه طريقتين. ان انت بتحط الشعريه في طبق وبتنزل عليهم بقى ميه مغليه من الكاتل وبتبدا بقى تقلب. دي كده طريقه. الطريقه التانيه ان انت بكوبايتين ميه على النار في حله، وبتبدا تنزل بيهم بقى بالنودلز، وحوالي دقيقتين كده وبيكون خلاص النودلز بتاعك استوى. بتبدا بقى تصفيه وتحط عليه الكيس بتاع الشطه اللي بيجي معاه دوت. ودي الطريقة اللي أنا يعني بعملها، ودي اللي أنا برشحها، وهي الطريقة اللي مكتوبة على الكيس. الكيس ده وزنه 70 جرام وسعره بقى عامل 5 جنيه. هي الطريقة اللي مكتوبة هنا على الكيس، إن أنت بتفرغ محتويات الكيس في 250 ل 350 مية، يعني حوالي كوبايتين مية مغليين. وبتحرك على نار هادية لمدة دقيقتين. بعد كده بتصفي النودلز من المية في وعاء فارغ، ويضاف إليها التوابل والفلفل الحار حسب الرغبة. بس هي دي كده الطريقة اللي أنا بستخدمها، ودي أحسن طريقة ممكن أنت تستخدمها. فخلينا كده بقى، دي شكل أهي النودلز أهي. هي برضو النودلز الرفيعة بتاعتهم. نفضي محتويات الكيس. الريحة من أولها. بص بقى شكله بقى عامل إزاي أول ما حطينا. ده كده لسه ما قلبناش أي حاجة، ده كده شكله. ده منافس قوي للنودلز الكورية بصراحة. وب5 جنيه بس، يعني ب5 جنيه قصاد 45 جنيه. ده منتج مصري بصراحة ينافس، يعني يؤدي الغرض حاجة ب5 جنيه. لأن التاني بصراحة ما قدرتش أكمل فيه أي حاجة، يعني صعب جدا يعني. نسبة الحار فيه عالية جدا. فده في المعقول، ده على قدنا ده. قلبنا بقى ايه كويس كده لغاية ما كل حاجة بقت حمرا. بص الشكل بقى النهائي كده. ده كده شكلها النهائي اهي. اهي. خلينا كده ندوق نقول بسم الله. مم. اول ما بتاكل كده الحاجه الحاره ما بتوصلش على طول، لا بتبدا بقى انت تندغ. وانت بتاكل بقى هي بتوصل معاك بقى على طول، يعني بتوصل تدريجيا كده مش على طول. يعني رشحته لناس كتير وعجبهم جدا يعني. كطعم حاجه جديده. الناس اللي هي بتحب الحاجه الحاره طبعا دي حاجه اساسيه عندهم. يعني لو هنديله تقييم دوت، فهنديله تقييم 9 من 9.5، كمان من 10، مفهوش كلام. منتج مصري بيقدر ان هو ينافس منتج تاني، مقارنة بحجم السعر ما بينهم. ده ب5 جنيه، ده ب45 جنيه، او ب50 جنيه كمان مع علو الدولار. زبادي بقى. خلينا بقى هنعمل ايه الكيلوجز بالشطة والليمون، ونشوفه بقى هيبقى عامل ازاي بنفس الطريقة. رجعنا لكم تاني بقى بعد ما عملنا الكيلوجز بالشطة والليمون. افتكاسة حلوة بقى من كيلوجز ديت انها تنزل حاجة تانية برضو تبع الشطة، فبتعملها بالشطة والليمون، يعني حاجة كده ايه. هنشوفوا بقى هل هي تستحق زي الكيلوجز الشطة المولعة اللي هي يعني نمبر 1 عندهم دي، ولا لا. ده كده الكيس هنفضيه. نفس اللون بتاع الشطة المولعة. هو نفس اللون البرتقاني ده المرعب.
حطيت لك كمان بقى معاه اضافي هنا شطه، بس طبعا مش هنحطها كفايه قوي الكلام ده. هنا بقى نقلبه كده كله في بعضه، حاسس ان اللون بتاعه اقل شويه من الشطه المولعه. بصوا كده ده شكله اهو، يعني هو يعني بيدي شويه، مش محمر خالص زي الشطه المولعه. فخلينا ندوق بقى كيلوجز بالشطه والليمون ونشوفه هيبقى عامل ازاي. بسم الله. هو نفس الدرجة بتاعة الحار بتاعة الشطة المولعة، بس هنا الفرق إن في يعني ربع ليمونة أو يعني سنة الليمون اللي محطوطة دي مغيرة الطعم خالص، يعني مودية الطعم في حتة تانية غير الشطة المولعة اللي هو يعني صرف كده شطة مولعة، انت بتاكل حاجة حارة خلاص. هو طعمه حلو بس ما جاش معايا قوي، يعني انا الشطة المولعة هو اللي عجبني اكتر. فخلينا لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 8 من 10، والشطة المولعة 9.5 من 10. فيديو خفيف كده ولطيف، يعني اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اي حاجة انا منزلها. لا حوار حوار يعني. وقولوا لي اجرب ايه الفيديوهات اللي جاية، ومن هنا الفيديو تاني. السلام عليكم.